ازيكم يا اللي مفيش منكم. بصوا عندي فكره حلوه قوي النهارده هقولها لكم. ازاي تغسلوا المخدات الفايبر او والخداديات. تمام. انا كنت بحطها الاول في الغساله، بس كنت بحس انها مش بتنضف كويس وبحس انها بتكلكع في بعضها. المهم انا عملت ايه بقى؟ جبت الكلور اللي هو الابيض بتاعنا ده وحطيته في بخاخ ورشيت على المخده وسبتها شويه، طلعت بالشكل ده نضيفه زي الفل اهي. خلاص الخداديات والمخدات كمان. تمام كله معايا هنا اهو بالدليل من الغسالة. شايفين يا بطل؟ خلاص عشان اخليها زي الاول وهشه وكبيره زي ما هي ما تنكمش في بعضها. هعمل ايه بقى؟ انا كده خلاص غسلتها وبعدين هنقعدها لو انا مرياكوا كده. هشيل بقى السداده بتاعت البانيو وهسيبها تصفي ميتها خالص لحد لما تبقى ريشه في ايدي. يعني هي هنا اهي، انا مش قادره استنزل لانها كتير قوي من الميه. خلاص انا هسيبها لحد لما تنشف خالص، اصفي الميه بتاعتها، مش هعصرها، مش هي جنبها، انشفها، احطها في البلكونه تنشف. وبعد كده هقول لكم بقى نعملها ازاي. تمام. خلاص كده هسيبها بس ايه ثواني هوريكم بقى اللي انا غسلتها ونشفتها شكلها عامل ازاي. بصوا ده شكلها اهو لما نشفت خلاص نضيفه وزي الفل وهشه زي ما هي، ولا كلكعت ولا اي حاجه. الفكره دي تحفه تحفه بجد. وتعالوا بقى هقول لكم البطاطين عشان ما تاخدش عندكم مكان بعد ما تغسلوها وتعينوها تعملوا فيها ايه. تعالوا بقى يلا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هقول لكم بقى انا ايه هعين البطاطين بتاعتي ازاي في الكيسه ما تاخدش مكان. زي ما انا قلت لكم دي البطاطين اللي احنا غاسلينها مع بعض. خلاص ما عادش بس غير فيك السرير ده. خلاص كده شلنا المراتب وشلنا كل حاجه. حاليا احنا بننام على الارض. بصوا طبقوها عادي بقى خالص كده. اوكي يعني انا حاسه ان انا الكيس عشان اخد بقى احط بطانيه واحده الكيس كبير قوي، يعني المفروض ياخد 2 ولا حاجه. انا جايبه الشاشات دي بقى كده عشان اعرف ايه احط فيها البطاطين واحط فيها المغارف والحاجات دي. لان بصوا دي حاسه انها خفيفه وممكن تتقطع بسرعه. ان انا كنت عاينه فيها اصلا طبعا عشان اعينها ما ينفعش الكيسه تكون مقطوعه. بس دي بصوا بقى دي مقطوعه من هنا مش هينفع لانها هتاخد منها الهواء. الكيس دي خفيفه دي ممكن تستحمل شويه. بصوا هنحط واحده اهي دي. تعالوا بقى اقول لكم هعمل ايه. نجيب بقى الكيسه. تمام حتى بس الفيشه. يلا اقول لكم بقى نعمل ايه. نحطها كده مش عارفه هي كده باينه ولا لا. كده انتوا شايفين. ثواني كده اشكال دي عشان انزلها لكم شويه عشان تشوفوا. خلاص هتاكد ان انتوا شايفين. انا نزلت لكم الكاميرا بس شويه عشان تشوفوا هيبقى شكلها ايه.
ازاي؟ الكيسه ما بتتشالش. شايفين حجمها بقى قد ايه؟ شفتوا البطانيتين اللي كانوا قد ايه دلوقتي؟ شايفين الميه؟ بصوا هو طبعا انا ما بعملش معجزه يعني بس هو الحاجات دي لها اكياس مخصصه بتتباع، بس بتبقى غاليه شويه. فانا قلت هفكر الفكره ديت كده واشوف هتنجح ولا لا، ولو نجحت قلت هقول لكم عليها. وبالفعل نجحت وجربتها، وقلت لازم اقول لكم عليها عشان تجربوها انتوا كمان. طبعا حاليا الايه الكيسه مش هنخلي ايه في هوا يخش منها خالص. شايفين حجمها بقى عامل ازاي؟ شايفين البطاريتين كانوا قد ايه وبقوا قد ايه؟ تعالوا بقى نعمل الباقي ولا هطول عليكم الفيديو؟ طبعا الفكره سهله وبسيطه، واتمنى ان انتوا تجربوها ودعوا لي انقل على خير. واشوفكم ان شاء الله بكره في روتين جديد من مطبخ دندن. سلام.